في سنة 2024 في قرية أبو تشيشة بمحافظة الدقهلية، كان عايش أشرف سعيد. كان بيشتغل فني إلكترونيات مع بنته الوحيدة منى. وبعد وفاة زوجته الأهل كتير قوي أصروا إن هو يتجوز، وهو كان رافض جدا. كان مصمم يكون لها الأب والأم ويراعيها لوحده، ومع ضغط الأهل عليه كتير جدا في إن هو يتجوز واحدة تساعده في تربية منى وشغل بيته، وافق أخيرا واتجوز نادية. نادية دي كانت ست طيبة جدا، على أمل بقى إن هو يلاقي لبنته أم حنينة عليها وتعوضها عن أمها. في الأول كانت الأمور ماشية تمام، لكن منى اللي عندها 13 سنة بدأت تغير وتتهم مرات أبوها بحاجات ما حصلتش، وتحاول تقنع أبوها بإن نادية سبب المشاكل. عاش أشرف مشاكل كل يوم ويحاول يحلها، لكن مفيش فايدة. ومن حبه الكبير لبنته طلق نادية عشان بنته تعيش مرتاح، وعاش هو ومنى لوحده، وقال أنا عايش لبنتي وبس ومش هفكر أتجوز تاني. كبرت منى وبقى عندها 15 سنة. كان أبوها بيخاف عليها جدا حتى من فكرة الجواز. اتقدم صاحب أشرف عشان يخطب منى ابن محمد، وهم عارفين بعض من وهم أطفال. اتردد أشرف كتير عشان بنته لسه صغيرة، وأصر إن بنته مش هتتجوز غير لما تتم 18 سنة عشان تكون مسؤولة وتعرف تبني أسرة كويس. قعدوا يقنعوه كتير قوي إن هو يوافق يجوزها، وهو كان مصر على رأيه. وفي الآخر بعد زن كتير منهم وافق على إن هما يتخطبوا، بس قال له خطوبة لمدة 3 سنين. وهم طبعا كانوا عايزين يتجوزوا بدري، وطبعا أبوها رفض مفهوش كلام خالص. فضلت منى ومحمد اتقربوا من بعض كتير جدا، وخلاص بقى عايزين يتجوزوا ومش قادرين يستنوا ال3 سنين اللي أبوها حددهم. بدأوا يفكروا في حلول كتير، وشوية فكروا ان هم يهربوا، لكن هو قال لها لا، شغلي واهلي كل حاجة هنا، انا ما اقدرش ان انا انقل في مكان تاني. وبدأوا يفكروا في حلول اكتر خطورة من الحل الاولاني، وهي شايفة ان ابوها هو العقبة الوحيدة اللي قدامها. بدأت تفكر ان ازاي تتخلص من ابوها عشان تعيش مبسوطة وتتجوز. محمد كان عنده توك توك. في يوم ابوها اتصل بيه عشان يوديه مشوار في شغل. محمد قال له والله التوك توك خربان وعايز يتصلح، تعالالي على المخزن هنصلحه واخدك مشوارك. اشرف وافق، ما يعرفش طبعا خطته وهو منه. لما وصل اشرف المخزن كان محمد مجهز حديدة كبيرة جدا، واول ما دخل ضربه على دماغه. وقع اشرف على الارض وبدأ الدم ينزف. وفي لحظة محمد خاف جدا، خاف ان هو يفوق ويقاومه. راح مطلع سكينة وقعد يضربه ويطعنه بيها في بطنه لحد ما اتأكد خلاص انه مات. بعدها اتصلت منى وقال لها ان كل حاجة تمام، وجت منى للمخزن ومعاها حتة قماش وحبل. فضلت تلف الحبل حوالين الجثة، وفجأة اتجمدت مكانها وقعدت تترعش. وفجأة خرج صوت أنين متقطع كده من أبوها، كأن روحه بتحاول تستغيث ببنته عشان تنقذه. ورغم كل ده ما تراجعتش لحظة ان هي تكمل اللي هي بتعمله. جابت قماشة مبلولة وكتمت بيها نفسه، وهو عينه لسه كانت مفتوحة نص فتحة، بيبصلها يحاول يفهم ازاي بنته بتعمل فيه كده. ومات. وراحت لفت من جسم ابوها بالقماش وربطته بالحبل، وحطت الجثة هي ومحمد في التوك توك ورموها فين؟ في الترعة.
روحت منى البيت، خدت مبلغ 26,000 جنيه كان أبوها شايله، اديتهم لمحمد، قالت له اهرب بيهم واختفي فترة، وراحت عند بيت عمها عشان تبات هناك. بينت ان هي مش مهتمة بتأخير ابوها اتأخر قوي وهو مش في دماغها يعني. فلما اتأخر اخواته قلقوا عليه، بيقولوا هو ما بيتأخرش، بيرجع دايما قبل المغرب. سألوا منى اذا كانت تعرف حاجة او هو قال لها انه هيتأخر، قلت لهم لا انا ما اعرفش حاجة وما اهتمتش. بنت عمها كشفت مفاجأة وقالت منى كانت فرحانة قوي يومها، وحطت مكياج وقعدت تتصور فيديوهات وصور كتير، وقالت لها انا فرحانة قوي النهاردة ونفسي اوزع تورته. طبعا التصرفات دي لما اتحكت لرجال الشرطة بقوا مستغربين وفي حيرة، فقرروا يجيبوا تليفون منى ويفحصوه. اكتشفوا انها متورطة وبعت رسائل بعد الجريمة مباشرة لمحمد، بتقوله طمني عملت ايه، هو قال لها كل حاجة تمام. بعدها ردت عليه قالت له انا جايلك. لما واجهتها الشرطة بالأدلة والرسائل اللي قالوها الجيران، وكمان في ناس شافوا أشرف أبوها وهو داخل المخزن وبعدها اختفى، بالضغط عليها طبعا اعترفت وانهارت وقالت كل حاجة. وبعدها بيومين قبضوا على محمد، حاول ينكر لكن عرف ان منى قالت كل حاجة واضطر ان هو يعترف بالجريمة. حكمت المحكمة على محمد بالإعدام شنقا، وبمعاقبة منى بإيداعها في الأحداث لمدة لا تقل عن 10 سنوات. محدش كان يتصور ان البنت الصغيرة اللي بتملى حياة ابوها بالفرحة، وان هو رفض الجواز عشانها وعشان هو فاهم مصلحتها، هي ما تعرفش حاجة لسه صغيرة، فجأة تتحول إلى قاتلة بدم بارد. وخلصت قصتنا النهاردة، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في